مرحبا بكم في قناة عصير الأخبار المغربية، وهذه أبرز عناوين اليوم. الصحراء مغربية، أوكرانيا تتخذ موقفا شجاعا. هزة أرضية تهز سكان الأقاليم الجنوبية. الحكومة تقرر دعم الفلاحين بمبلغ كبير. ناصر بوريطة، المغرب ليس طرفا بأي شكل من أشكال النزاع في أوكرانيا. لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بجديد الأخبار المغربية صباحا وعشية. أعلنت أوكرانيا يوم الاثنين 22 مايو الحالي عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تهدف إلى حل النزاع المستمر حول الصحراء المغربية. وأكد ديمترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الرباط بحضور نظيره المغربي ناصر بوريطة. أعرب وزير خارجية أوكرانيا عن اعتبار بلاده المبادرة المغربية أساسية وجدية لتسوية النزاع المستمر بشأن الصحراء المغربية، وأضاف أن أوكرانيا تؤيد جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا. وينضم دعم أوكرانيا للمبادرة المغربية إلى قائمة الدول التي أعلنت دعمها لها منذ إطلاقها في عام 2007 بهدف حل النزاع المستمر بشأن الصحراء المغربية الذي لم يجد حتى الآن طريقه إلى الحل والتسوية. هزة أرضية تهز سكان الأقاليم الجنوبية. تم رصد هزة أرضية في مناطق مختلفة من إقليمي تارودانت وطاطا، وتحت أقدام سكان هذه الأقاليم الجنوبية تم الكشف عن هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين وفقا للمصادر المحلية. وأكدت المصادر أن قوة الهزة بلغت 2.6 درجة على مقياس ريختر. وقد أفاد بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم سمعوا صوت الهزة حوالي الساعة 12:47 منتصف الليل. تم تسجيل هذه الهزة على عمق 12 كيلومتر وتبعد حوالي 87 كيلومتر عن تارودانت بالقرب من منطقة تيورديوين. شعر بهذه الهزة سكان مدينة طاطا وأكينان وتكموت وإيميت كويسفان وابن يعقوب وأيت منصور ومغيمية وتيسنت والمناطق المجاورة. استمرت مدة الهزة لمدة 3 ثوان ولم تتسبب في وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. الحكومة تقرر دعم الفلاحين بمبلغ كبير. وفي التفاصيل، تقوم الحكومة حاليا استجابة لتوجيهات جلالة الملك بتنفيذ برنامج لدعم القطاع الزراعي بتخصيص مبلغ مالي قدره 10 ملايين درهم وفقا لتصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغيابات السيد محمد صديقي. وسيشمل هذا البرنامج حسب ما أفاد به الوزير دعم استيراد الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن بقيمة 5 مليارات درهم، ودعم استيراد المواد الزراعية الأولية لتقليل تكلفة إنتاج مجموعة من الخضروات والفواكه بقيمة 4 مليار درهم. ومن المقرر وفقا لصديقي أن يتم تعزيز قدرات تمويل القروض الزراعية في المغرب بهدف تعزيز دعم المزارعين بتخصيص تكلفة تصل إلى مليار درهم. كما أشار إلى تخصيص تمويل إضافي لاستيراد القمح اللين لضمان توفره بشكل منتظم في السوق حتى ديسمبر 2023. أوضح الوزير أنه على الرغم من استمرار فترة الجفاف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، من المتوقع أن يصل إنتاج الحبوب إلى حوالي 55 مليون قنطار بزيادة قدرها 62% مقارنة بالموسم الماضي. وأكد أن هذا الموسم يعد الأفضل في السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت نقصا في الهطول المطر بنفس النسبة. ناصر بوريطة في مؤتمر صحفي يقيم بالرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المغرب لا يشارك بأي شكل من الأشكال في النزاع الحاصل في أوكرانيا. وأكد بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية ديمترو كوليبا الذي يزور المغرب في زيارة عمل على موقف المغرب الثابت في احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية. وأشار إلى التزام المملكة بالقانون الدولي واحترام الشرعية وعدم استخدام القوة في حل النزاعات ودعم الحوار واحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة منذ بداية الأزمة الأوكرانية. تعد زيارة كوليبا للمغرب هي الأولى من نوعها لوزير الخارجية الأوكراني منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992.